السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ يا رب تكونوا خير. ومعاكم احمد عبد الغني، وجينا نكمل سلسلة معلومة في فيديو. معلومتنا النهاردة هي عبارة عن سؤال وهنجاوب عليه بعد المقدمة. سؤالنا النهاردة بشوفه كتير جدا في السوشيال ميديا وبيجي كتير في الفترة الأخيرة: أنا خريج علوم، أنا خريج طب، أنا خريج هندسة، أنا خريج وحابب أدرس الام بي. يا ترى أخصص بإيه؟ يا ترى الكلية اللي أنت خارج منها دي ليها علاقة بالتخصص اللي أنت هتتخصصه لما تدرس الام بي اي ولا لا؟ تعالى نشوف اجابتنا بالتفصيل بعد الفاصل. يلا بينا. زي ما كده قلنا في المقدمه كده، سؤالنا النهارده يا ترى في علاقه ما بين انا خريج ايه وبين التخصص اللي انا حابب ادرسه في الام بي اي. طب قبل ما نجاوب على السؤال حابب بس نفكر نفسنا ب ايه هي الام بي. الام بي هي الماستر اوف بزنس ادمنستريشن، هي ماجستير في اداره الاعمال. تدرس فيها فروع البيزنس بصوره عامه وبكل فروعه، زي الاتش ار، زي الماركتنج، زي المانجمنت، زي الفاينانس، زي الاكاونتنج. تدرس فروع كتير جدا خاصه بالبيزنس عشان خاطر حضرتك لو هتعمل ستارت اب بيزنس مسؤول عنه، فتبقى فاهم البيزنس بكل فروعه. لو حضرتك مسؤول عن بيزنس كبير، اورجانيزيشن كبيره، شركه كبيره، برضه تبقى تعرف تدير المنظومه بشكل ايجابي وبشكل مؤثر، بحيث انك انت تنمي المنظومه او تنمي المكان اللي انت موجود فيه بصوره وبشكل كويس. جميل جدا ده بقى. طب تعالى نرجع بقى لسؤالنا. انا النهارده خريج هندسه، هروح اخد ام بي اي هندسيه مثلا. انا خريج طب، هروح اخد ام بي اي مستشفيات. انا خريج علوم، هروح اخد مثلا ام بي اي كيميائيه. الاجابه طبعا لا. الام بي اي هي عباره عن البيزك. حضرتك لما تتخرج من الكليه ايا كان كليتك ايه، الحياه العمليه، وبتبدا تكتسب خبراتك البدائيه اللي بتكتسبها هي التكنيكال، هي النواحي الفنيه، عشان خاطر تبدا تفهم الدنيا ماشيه ازاي، تبدا تفهم البروسيس بتاعه البيزنس او بتاعه المجال او الاندستري اللي انت موجود فيها، سواء بقى كنت مهندس شغال اوبريشن، شغال مينتنس، سواء كنت علوم شغال في معمل كيميائي، سواء كنت دكتور وبتمارس عمليه الطب في مستشفيات او في عيادات خاصه، ايا كان وتفر الوضع بتاعك او انت خريج ايه وانت بتشتغل ايه، فبقى كل اللي بتبدا بيه كلها بتكتسب نواحي فنيه بحته. الام بي اي هي حاجه بتساعدك او بتبدا تنقلك من البدايه اللي انت فيها لليفل اعلى في نفس المكان، هي بتثقلك وبتزودك فيه. بمعنى انا النهارده لو انا مثلا خريج علوم واشتغلت في معمل وحابب ان انا ادرس الام بي اي، هل انا هدرس ام بي اي خاصه بالعلوم مثلا او بالمعامل؟ اكيد طبعا لا. بس بنيجي نلاقي اعلانات يقول لك مثلا ام بي اي هندسيه للمهندسين، ام بي اي للمستشفيات الدكاتره، ام بي اي للكيميائيين، للعلوم. الكلام دوت مش صح. هو زي ما قلنا الام بي اي هي بيزكس تنفع لكل المجالات، شتى المجالات، سواء كنت طب، سواء هندسه، سواء تجاره، ايا كان المجال اللي انت فيه، فالام بي اي صالحه لكل المجالات. هتلاقي بس القصه وما فيها ان اللي بيدرس مثلا شويه مديولز او شويه ماتيريال من الام بي اي هو باك جراوند مهندس لو هي ام بي اي هندسيه، باك جراوند طب لو هو دكتور وهيبقى ام بي اي مستشفيات، باك جراوند ادويه وحاجات زي كده هو راجل صيدلي، فقط لا غير. ولكن مفيش حاجه اسمها ام بي اي هندسيه، ام بي اي مستشفيات، وام بي اي. هي ام بي اي واحده، هي بيزكس بتدرسها عشان تفهم البيزنس ايا كان المجال بتاع البيزنس ده ايه. فالسؤال الصح، انا النهارده لما احب اتخصص في مواد في الام بي اي، بتشوف حضرتك انت شغال ايه. انا شغال مثلا سيل، فحابب ان انا اطور نفسي في الحته دي واتنقل ليفل احسن في المكان دوت، فهروح متخصص ماركتنج وانا مغمض عينيا. انا شغال فاينانشال واكاونتنج، فلما احب اتخصص برضو في الام بي اي اروح متخصص فاينانشال عشان خاطر ازود نفسي واثق نفسي وانقل نفسي درجه لقدام في الحته اللي انا اوريدي بادئ بيها. انا شغال مثلا باهل نفسي ان انا ابقى في المانجمنت، ادير اداره والكلام ده كله، زي اوبريشن والكلام ده كله. باخد الام بي اي اتخصص مانجمنت عشان خاطر اهل نفسي خطوه لقدام ان انا ابقى في الميدل مانجمنت او في التوب مانجمنت. هو ده السؤال اللي اتسال. انا شغال كذا، او انا شغال مثلا اتش ار، فهتخصص في الاتش ار في الام بي اي عشان برضو اتعمق فيه واتخصص فيه بصوره كبيره جدا عشان ااهل نفسي في الحته اللي انا فيها. لكن ان انا اقول انا خريج علوم، انا خريج طب، انا خريج هندسه، هتخصص في ايه، ده ملوش اي علاقه خالص. فالام بي يا جماعه هي اساس لكل المجالات، بتاخده لما حضرتك بتكون عندك اول سلمه انت بداتها في حياتك العمليه. تاخد الام بي عشان تثقل وتزود السلالم دي لدرجات عاليه تنفع في الكارير باص بتاعك. ولكن هي مش زي ما قلنا قبل كده وبقولها تكرار، مش الفانوس السحري اللي بتاخدها وبتدعكه يظهر لك ويغير لك احلامك ويغير لك امنياتك ويقول لك اللي هو ده
يوديك في مجالات تانية تعمل شيفت كارير بسالري افضل والكلام ده كله. الكلام ده مش موجود، وان وجد هي بالصدفه البحته. الام بي اي انت بتاخدها عشان تزود من مهاراتك الاداريه، المانجيريال سكيلز، عشان حضرتك عندك البيزكس اللي هي التكنيكال سكيلز. التكنيكال سكيلز والمانجيريال سكيلز مهمين جدا. انا ما ينفعش يبقى عندي مانجيريال سكيلز من غير ما يكون عندي تكنيكال سكيلز. انت بتبدا البدايه سوق العمل عادي جدا، وبعد كده بتبدا تثقل نفسك مهاريا واداريا بالام بي اي عشان تبقى فاهم البيزنس، وعشان خاطر بتاهل نفسك لما تاخد منصب قيادي سواء في الميدل مانجمنت او في التوب مانجمنت تعرف تدير بشكل صحيح 100%، او مش 100% كمان لوحده، بنسبه كبيره جدا تكون قريبه من ال 100%. يا رب يكون السؤال والاجابه تفيدكم، واتمنى لكم جميعا التوفيق. ودايما نصيحتي لو عندك النيه انك انت تدرس وتتعلم ما توقفش نفسك، ودايما تستثمر في نفسك على قد ما تقدر، ولو جات لك الفرصه ما تضيعهاش. العلم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.